السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة سمبوسة بسبوسة. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة الليمون. أول حاجة هنحط 3 بيضات ونحط معاهم ربع معلقة صغيرة من الفانيليا باودر أو الفانيليا السايلة. بعد كده هنضرب البيض كويس ونحط 3/4 كوباية من السكر الأبيض ونضرب تاني لغاية ما لون الخليط يفتح. بعد كده هنحط نص كوباية من الزيت النباتي ونضرب تاني، ونحط 2 بشر ليمونة و2 عصير ليمون ونضرب بالمضرب. بعد كده هنحط كوباية من الزبادي، والزبادي بيخلي الكيكة طرية وهشة، نضرب بالمضرب. بعد كده هنحط المكونات الجافة، كوباية ونص من الدقيق ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر ورشة ملح، نضرب بالمضرب. بعد كده هنجيب صينية ونحط فيها الخليط ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 وندهن الصينية زيت عشان ما تلزقش زي ما حضراتكم شايفين. هندخلها على الرف الوسطاني ونضرب الصينية كذا مرة علشان نطلع فقاعات الهواء. بعد كده هنعمل الجليز، هنحط نص كوباية من السكر البودرة وربع كوباية من اللبن ونحطها بالتدريج، و3 معالق عصير ليمون، زي ما حضراتكم شايفين اهوت، ونقلب. ولازم الجليز يبقى تقيل. نحط بقية ربع كوباية اللبن، نحط اللبن تدريجيا ونقلب. بعد كده بقية اللبن ونقلب تاني. بعد كده هنخرج الكيكة ونحط الجليز عليها وهي سخنة، نسقيها كويس جدا، وده بيدي الكيكة طعم جميل جدا. هنقطع الكيكة، شوفوا حضراتكم قد ايه طرية وجميلة. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامة.